هلو يا أبطال الويلنس، عاملين إيه؟ في القعدة اللي فاتت لما كنت بجاوب على أسئلتكم لاحظت إن في نقطة مهمة كده ظهرت أكتر من مرة وأنا بجاوب أكتر من سؤال. الحدود الشخصية، الباوندريز. ففكرت إن الموضوع يستاهل إن احنا نعمل له قعدة مخصوص نتكلم فيها إيه هي الحدود الشخصية وليه مهمة وإيه تأثيرها على حياتنا وعلى صحتنا النفسية، وإزاي أبدأ أحط الحدود الشخصية في علاقاتي مع الآخرين. أنا هايدي وده ذا ويلنس سكواد. يلا نبدأ. الحدود الشخصية أو البيرسونال باوندريز، أنا اللي عارفني بعيدا عن البودكاست عارف أنا قد إيه بتكلم عن الباوندريز وأهميتها، خصوصا الستودنتس بتوعي. since day one لما بدخل الكلاس أول حاجة بتكلم عنها الباوندريز، حدودنا الشخصية وأهميتها. الحدود الشخصية دي هي عاملة زي السور اللي أنا بحطه حواليا، اللي بيحدد للآخرين هم آخرهم فين، إيه اللي ما يقدروش يتخطوه غير بإذني. أنا لو عندي أرض ومش حاطة حواليها سور، أي حد ممكن يدخلها في أي وقت، لكن أنا لو هاحميها بسور من الأول الناس عارفين إن ده آخر حدودهم. مش كل الناس بتحترم خصوصية الآخرين، أو مش بس بتحترم، ممكن يكونوا مش واعيين أصلا، مش دايما يكون عدم احترام، مش واعيين إن هم بييجوا على حد تاني وبياخدوا من وقته ومن طاقته. وممكن أوقات توصل لحد الاستنزاف، إن أنا بطلب منك أكتر من اللازم. مش كل الناس عندها الوعي ده، وفي ناس بتبقى واعية بس دي don't care، أنا عايزة منك حاجة وهاخد الحاجة دي هتعملها لي حتى لو هتيجي على نفسك. فأنا المفروض أنا اللي أحمي نفسي، ما استناش الناس التانيين يحسوا إن أنا تعبانة أو مرهقة أو مضغوطة فما يطلبوش مني حاجة. أنا اللي أحمي نفسي بنفسي، أحمي حدودي، أحمي طاقتي. أهمية الحدود الشخصية إن هي بتحميني وبتحمي طاقتي، بتحمي خصوصياتي. الحدود الشخصية بترفلكت قيمتي عند نفسي. I'm important، أنا مهمة عند نفسي، أنا عارفة my self worth، أنا عارفة أهميتي. فأنا لما أعمل حدود باوري الشخص إن أنا عارفة أهميتي إيه. أنا وقتي مش ببلاش، أنا طاقتي مش ببلاش، أنا طاقتي precious، حياتي تخصني أنا في المركز الأول. فأنا لما بيكون عندي حدود أنا بوصل مسج للشخص اللي قدامي إن أنا عارفة قيمة نفسي، عارفة أهميتي وعارفة أهمية وقتي وطاقتي. دول privilege، مش أي حد مسموح له إنه ياخد من وقتي ومن طاقتي. إحنا طاقتنا مش شغالة على طول، زيها زي أي مصدر طاقة، زي الكهرباء، زي الباتريز اللي بنحطها في التويز، زي أي حاجة بتخلص مع الاستخدام وبنحتاج نجددها كل فترة. هنتكلم إزاي بنجدد طاقتنا بالتفصيل أكتر لما نتكلم عن السيلف لاف. بس اللي مهم نعرفه إن الانرجي بتاعتنا ليها حدود. المفروض تكون الانرجي دي موجهة ليا أنا بالمركز الأول. طبعا بساعد الآخرين، طبعا أنا موجودة عشان صحابي أو موجودة عشان عيلتي أو موجودة عشان الناس اللي بيهموني وبساعدهم و I take care of them. بس المفروض في المركز الأول تكون طاقتي موجهة ليا أنا. بعد كده باشوف أقدر إزاي أساعد، أو أقدر إزاي إن أنا أكون موجودة عشان الآخرين. لو أنا مش باحمي my energy بالحدود الشخصية، مش عاملة boundaries معينة، هيبقى أي حد ليه access لmy energy، لحياتي، لوقتي، فالطاقة بتاعتي هتخلص. فأنا هابقى طول الوقت مستنزفة، وهاكون حتى لما باجدد الenergy بتاعتي باجددها وباضيعها لناس تانيين. اللي بيحصل بعد شوية وقت بالاقي نفسي مستنزفة أو مضغوطة أو stressed أو حاسة إن أنا حياتي بتضيع مني. فبعد كده بيحصل إيه؟ my energy بتخلص. ومع الوقت الناس اللي أنا باضيّع my energy عليهم دول، أنا بابتدي أحس إن أنا ما بقيتش أحبهم، إن أنا ساخطة عليهم. ليه؟ لإن باحس إن أنا I'm neglecting myself عشانهم. فمن الأول أي علاقة بندخلها، سواء علاقة professional أو علاقات شخصية، أيًا كان نوع العلاقة، مع عيلتي، مع صحابي، مع الناس اللي في الشغل، مع my partner، لازم يكون في boundaries. هنرتاح جدًا بعد كده لو أنا من الأول عملت حدودي. حدود زي إيه مثلًا؟ طبعًا على حسب السِن وعلى حسب نوع العلاقة. يعني مثلًا لو صحاب يعني my friend، دخلت في صداقة جديدة أو حتى صداقة موجودة من الأول، بس أنا بدأت أحس إن لازم أحُط حدود. حدود زي إن من حقي أقول لأ، أنا مش عايزة أنزل دلوقتي. يعني أنا لو مرهقة أو تعبانة أو ما عنديش mood أنزل أو فعلًا مكسلة ومش قادرة أنزل، بس بانزل لإن لو ما نزلتش مع صاحبتي هتزعل وهتقعد تضايقني أو تنكد عليَّ إني ما نزلتش معاها. آمم لو مثلًا في الشغل
أنا من حقي أقول لأ، مش هاساعد حد لو أنا عندي شغل، لو فعلًا في ضغط شغل كبير و و وأنا مثلًا قاعدة فاضية، أوكي why not إن أنا أساعد، بالعكس دي حاجة كويسة team work، بس ما أكونش أنا كمان عندي شغل، بس حد تاني عنده شغل أكتر مني شوية، أو حد تاني مش عارف يhandle أو هو مدخّل نفسه في كذا project في نفس الوقت، أو هو مخلّص شغله بس عايز يزوّد عليه عشان يعمل حاجة أحلى بكتير، فيبان إن هو أشطر كتكوت وأكتر حد عامل حاجات حلوة، ف فالاقيه بيطلب منّي مساعدة وأنا باعمل شغلي، حتى لو شغلي أقل، بس إيه اللي أولى، إن أنا أخلّص شغلي حتى لو أقل من شغله، والّا أسيب شغلي وneglect my task وأروح أساعده هو؟ المفروض أنا عندي شغلي، يبقى الboundary هنا لأ I'm so sorry أنا عندي شغل، لو خلّصت الشغل وكان عندي وقت هاساعدك، يبقى أنا هنا حطيت boundary معيّنة، وفي نفس الوقت في space later on لو أنا خلّصت وعندي energy وعندي وقت إن أنا أساعد الشخص ده. لإن في الأول وفي الآخر كل حاجة مسؤولية الشخص اللي بيعملها، حلو أوي إن إحنا نساعد بعض، جميل إن إحنا نساعد بعض، بالعكس أنا مثلًا as a teacher في الclass لمّا بيكون في task معيّنة وفي ناس بتخلّصها بدري وفي ناس تانية لسه بتstruggle شوية في الtask، أنا باطلب منّهم إن هم يساعدوا بعض، لكن مش هاطلب من واحد يسيب الtask اللي هو بيعملها عشان هو شاطر أوي والtask بتاعته هتخلص أسرع، فمعلش سيبها وروح ساعد صاحبك، كده هتلاقي وقت تخلّص الtask بتاعتك بعدين، لأ، هو الأول يخلّص الtask بتاعته وبعد كده يبتدي يشوف يقدر يساعد إزاي. في مع my family مع عيلتي، مع إخواتي، أنا من حقي إن أنا إخواتي ما يدخلوش أوضتي من غير ما يستأذنوا، من حقي إن إخواتي ما ياخدوش حاجة من عندي، شنطتي، هدومي، الشوز الجديدة بتاعتي من غير ما يستأذنوا وأنا أقول لهم أوكي. ما ينفعش أفتح الدولاب ألاقي الشنطة الجديدة بتاعتي حد خدها ونزل بيها without my permission. حتى مع بابا وماما. بابا وماما المفروض يكون ليهم boundaries معانا، في حاجات معيّنة أنا ما ينفعش أتدخّل فيها أو أتخطاها مع بابا وماما، وأنا كمان في حاجات لازم بابا وماما ياخدوا my permission فيها، يعني ما ينفعش إن أنا ماما تطلّع أسراري برّه، أحكي لها على حاجة فالاقيها بتقولها لبابا وبتقولها لإخواتي، بتقولها لقرايبها، ألاقي العيلة كلّها عارفة حاجة أنا قُلتها مع ماما بس، من حقي إن أنا يبقى عندي حدود، من حقي إن ماما ما تاخدش قرار يخصني من غير ما ترجع لي فيه. الlimits والboundaries في الromantic relationships دي هنتكلم في مرة تانية خالص عشان الموضوع كبير وكده هيكون في حاجة مخصصة لده. هيكون لينا قعدة عن الrelationships عمومًا، عن الhealthy relationships ووقتها هنتكلم برضه عن الboundaries. طيب قُلنا إن أنا لازم أعمل boundaries عشان أحمي نفسي وأحمي الenergy بتاعتي وأحمي وقتي، وإن أنا أحترم نفسي فبالتالي الآخرين هيحترموني. زي ما قُلت في ناس بتحترم الآخرين لوحدهم، وفي ناس لازم أحُط لهم limits عشان ما يتخطوهاش. خلّيني أتكلم في نقطة مهمة جدًا هتحصل لمّا أبتدي أحُط حدود، هتحس بالذنب. لمّا أبتدي أقول للناس لأ بعد ما كنت باقول لهم آه على كل حاجة، ابتدي أحس بالذنب، وأحس إن أنا شخص وِحِش، وأحس إن أنا طب ما أنا أقدر آجي على نفسي وأساعدهم، طب ما أنا دايمًا باساعدهم دايمًا، طب ما دلوقتي هُم هيتضايقوا، طب ما دلوقتي ما فيش حد يساعدهم، دلوقتي أنا قُلت لهم لأ وأكيد هُم زعلانين منّي. ده طبيعي، الإحساس بالذنب لمّا ابتدي أحُط حدود مع الناس طبيعي جدًا يحصل. إحنا لمّا بنحطش حدود مع حد بنسبة كبيرة، مش لازم كلنا يعني، بس في نسبة كبيرة بنتحول مع الوقت لpeople pleasers. الpeople pleaser بيبقى أهم حاجة عنده في الدنيا إن الناس ترضى عنه، هو بيساعد الناس عشان الناس ترضى عنه، عشان الناس بتحبه. آمم، في بعض الناس ارتبط عندهم مفهوم الحب بإن هم يكونوا مفيدين، ما اتعودوش يتحبوا عشان هم يتحبوا، ما اتعودش يتحب عشان هو موجود في الدنيا. إحنا أهميتنا وقيمتنا واستحقاقنا للحب مش مُكتسب، أنا مش لازم أشتغل عشان أبقى محبوبة أو عشان يبقى لي قيمة، دي مش حاجة مُكتسبة، أنا كبني آدم كده ليّا قيمتي وليّا استحقاقي للحب، أنا أستحق أتحب زي ما أنا من غير ما أعمل حاجة، أوكي؟ في ناس ما اتعودوش على كده، أوقات غصب عننا growing up كده بنربط للأطفال الحب باللي بيعملوه، لو ما عملتش كده مش هاحبك، أنت شاطر فأنا باحبك. أو أحبه زيادة أكتر في الأيام اللي هو عمل فيها حاجة حلوة، اللي هو مثلًا جاب full mark في المدرسة، أو إن هو قرر يرتّب البيت كلّه لوحده، لكن الأيام اللي بيعمل فيها غلطات أو ما بيعملش حاجة مش باورّي له الحب ده، أنا باحبه، بس ما باورّيلوش الحب في الأيام اللي ما بيعملش فيها حاجة أو بيعمل حاجة وحشة، باورّي له بس ده في الأيام اللي بيعمل فيها حاجة حلوة، هو بيعمل حاجة أصلًا، فبيكبر متعوّد على كده، بيكبر فاهم إن أنا هاتحب لمّا باعمل حاجة.
إن أنا هاكون مهم وليّا قيمة في حياة الناس لمّا أكون باعمل حاجة، لو ما باعملّهمش حاجة مش هيحبوني ومش هاكون مهم. فدي من الأسباب اللي بتخلّي بعض الناس إن هُم ما يعملوش حدود مع الآخرين. عملت حدود يعني هاقول لهم لأ، يعني مش هاساعدهم، يعني مش هاكون موجودة عشانهم طول الوقت، يعني مش هاكون مفيد ليهم بشكلٍ ما، مش بيكونوا بيعتمدوا عليَّ بشكلٍ ما، فمش هيحبوني. فبالنسبة له يعني boundaries equals to مش هاتحب. فدي من الحاجات اللي بتخلّي في صعوبة في إن أنا أعمل حدود، الإحساس بالذنب والإحساس بإن أنا مش هاكون مفيد للناس فأنا مش هاتحب. حاجة تانية مهمة برضه لمّا ابتدي أعمل حدود في حياتي، في ناس فعلًا هتبطّل تحبّني، في ناس هتمشي من حياتي، لمّا يلاقوني بقيت ما باجيش على نَفْسي عشانهم، مش موجودة 24/7 عشانهم، مش في أي حاجة يقولوا لي يالّا، يلاقوني يالّا معاهم، مش بيتصلوا بيّا يصحّوني بالليل عشان يتكلّموا في أي حاجة، لكن أنا لمّا باجي ألجأ لهم ما بالاقيش ده، أيًا كان شكل عدم احترام الحدود أو أيًا كان شكل العلاقة بيننا اللي ما فيهاش boundaries، في ناس لمّا ابتدي أحُط boundaries بيزعلوا وبيحسّسوني بالذنب، يقعدوا يقولوا لي: "أنت اتغيّرت، أنت مالك الفترة دي؟" في ناس فعلًا بيعملوا كده، بس بعد كده بيبتدوا يستوعبوا خلاص، إن هو أنا باحب الشخص والشخص ده مهم عندي، هو قرر يحُط حدود معيّنة، خلاص أنا هاضبّط حياتي على الحدود بتاعته دي، خلاص أنا بقيت عارفة إن في حاجات معيّنة ما اتخطاهاش، مش أي حد هييجي يواجهني إن أنا اتغيّرت يبقى هو شخص وِحِش. لكن في ناس فعلًا هتقعد تقول كده أنت اتغيّرت، أنت اتغيّرت، أنت ما بقيتش زي الأول، أنا ما بقيتش حاسة إن إحنا صحاب، أنا حاسة إنك اتغيّرت عليَّ، وبعد كده فعلًا بيمشوا. نسبة كبيرة من الناس اللي بتمشي بعد ما ابتدي أحط حدود، دول ما كانوش صحابي بجد، ما كانوش بيحبوني بجد، دول كانوا بيستغلوني. أنا باقول نسبة كبيرة لإن أنا ما باحبش التعميم بطبيعتي. نسبة كبيرة من الناس اللي بتمشي لمّا باحط حدود بيكونوا بيستغلوني. كانوا عايزينّي في حياتهم عشان حاجة معيّنة، عشان I'm always there، أنا دايمًا available ودايمًا موجودة ودايمًا باعمل لهم اللي هم عايزينه، فكانوا عايزينّي عشان كده. لكن لمّا ابتدي أحُط حدود خلاص ما بيكونش ليهم access لحياتي زي الأول، فالسبب اللي هم حاطينّي في حياتهم عشانه ما بقاش موجود فبيمشوا. دي من الحاجات اللي هي ممكن تبقى هتعمل frustration شوية لمّا الواحد يبتدي يحُط حدود، إن بيلاقي في ناس مشيت، في علاقات اتغيّرت، في ناس اتغيّروا معاه. بس نفكّر فيها، أنا لو في حد خرج من حياتي عشان ما بقاش عارف يستغلّني أو يستخدمني لمصلحته زي الأول، دي حاجة كويسة، دي مش حاجة وحشة. هازعل عشان أنا باحب الشخص ده ومش عايزاه يخرج من حياتي، بس في النهاية دي حاجة كويسة. حياتي هتتفلتر، هابقى متأكدة إن الناس اللي موجودين دول موجودين عشان بيحبوني بجد وبيحترموني بجد. جزء كبير أوي من إن أنا أتعلّم يبقى عندي boundaries وحدود مع الناس، إني أبدأ أقول لهم لأ. بنسبة كبيرة طالما ما كانش عندي boundaries مع الناس، يبقى أنا ما كنتش باقول لأ، كنت باوافق على كل حاجة، حتى لو مش عايزة أعمل الحاجة دي. طيب ليه صعب إني أقول لأ للناس؟ نفس صعوبة إن يبقى عندي boundaries مع الناس، لو قُلت لأ هيزعلوا وهاحس بالrejection إن في حد زعل منّي، هاحس بتأنيب الضمير بعد ما اتعودت أقول على كل حاجة، وإني أعمل كل حاجة. جاية دلوقتي باعمل حاجة ضد اللي أنا متعودة عليه، دايمًا باقول فجأة لقيت نفسي باقول لأ على حاجة. بالنسبة لمخي اللي اتعود على إن أنا باقول طول الوقت وباوافق طول الوقت، هاحس إني باعمل حاجة غلط، هي مش غلط، بس هي عشان جديدة هاحس إن هي حاجة غلط، فاحس بتأنيب الضمير، هاحس إن كل الحاجات اللي كنت باقنع نفسي بيها أنا ليه باساعد الناس، هاحس إن أنا كنت أقدر أساعد حد وقُلت له لأ، كنت أقدر آجي على نفسي شوية عشان خاطر حد وقُلت له لأ، فهاحس بتأنيب الضمير، وهاحس إن هُم مش هيحبوني، إن هي مش مجرد ببساطة حد طلب منّي حاجة فأنا قُلت له لأ، فخلاص، لأ، ده أنا هاحس إن هو كده ما بقاش يحبّني. كل my self worth مربوطة عندي برضا الناس عني، أنا لو ما عملتلوش اللي هيخلّيه يرضى عني، يبقى هو مش راضي عني، يبقى هو ما بيحبنيش. فهو بيبقى صعب في الأول إن إحنا نلتزم بالحدود اللي بنعملها ونلتزم بإن أنا أحُط نَفْسي في المركز الأول عندي، ولو حد قال لي على حاجة وأنا فعلًا مش عايزة أعملها، أقدر أقول لأ. ببساطة كده ممكن نقدر نقول لأ إزاي؟ زيها زي أي حاجة في الدنيا بتيجي بالتدريب، هيبقى صعب جدًا إن الواحد يقول لأ أول مرّة، ممكن يبقى الواحد بيحس إن هو shaking وnervous ومتوتر ممكن يخش يعيط أصلًا، بس بتيجي بالتدريب، وبنجيبها شوية، شوية، يعني ممكن نبدأ في الحاجات الصغيّرة، يعني
لو صعب أوي إن أنا أقول لأ في حاجة كبيرة أو مثلًا مع حد مهم عندي أوي، أبتدي في الحاجات البسيطة أقول لأ، ونحاول لمّا أقول لأ تكون مباشرة وواضحة، مش maybe طب هاشوف، أصل مش نقول لأ بلطافة كده، حد طلب منّي حاجة أقول له لأ أنا مش هاقدر، لأ للأسف عندي شغل كتير، لا للأسف مش هابقى فاضية، نقول لأ، أوكي؟ آآ nice بس مش أكتر من اللازم، يعني ما اقعدش أبرر للناس أو على الأقل ما اقعدش أبرر أكتر من اللازم، اللي هو لا أصل I'm sorry بجد والله كان نفسي بس أنا تعبانة وعندي حاجات كتير أعملها وبعد كده عندي تمرين في النادي وبعد كده هاخرج خالص، ده مش المفروض يتعمل. آمم أنا مش مطالبة أبرر لحد حاجة، دي حدودي أنا ودي حياتي أنا ودي my energy أنا وأنا اللي باقرر إزاي to spend my time وmy energy، فأنا مش المفروض أبرر لحد حاجة، أنا باعتذر وباكون لطيفة بس مش لازم أبرر لحد، ببساطة لأ I'm sorry هاكون مشغولة، لأ I'm sorry أنا النهارده عندي حاجات كتير، I'm sorry مش قادرة، وممكن لو أنا ما أقدرش دلوقتي بس عندي space إن أنا أعمل اللي اتطلب مني ده بعد كده لو أنا عايزة وعندي وقت، ممكن أعرض البديل ده، زي مثلًا I'm sorry مش هاقدر أنزل معاكِ النهارده، بس ممكن بُكرة أو ممكن في الweekend لو مناسب معاكِ. حد مثلًا طلب منّي أساعده في حاجة في الشغل أقول له بُص أنا مش هاقدر أساعدك في كل ده، بس ممكن أساعدك في الحتّة دي، وبرضه مش لازم أعمل ده طول الوقت، ده لو في إمكانية لده، أنا باعرض على الشخص إن أنا دلوقتي ما أقدرش، بس هاقدر بعدين، أو أنا ما أقدرش على كل ده، بس أقدر أعمل حاجة صغيّرة. فده برضه من ضمن حدودي ومن ضمن أنا أقدر أستخدم الenergy بتاعتي إزاي. لو في حد بيطلب منّي حاجات كتير أكتر من اللازم أو جاي يطلب منّي فعلًا طلب كبير you can address it أنا أقول له أنا مش هاقدر أعمل كل ده. يعني مش هاقلبها جدال مع الشخص وأقول له أنت طالب منّي حاجات كتير أو خصوصًا مثلًا بنتكلم في الشغل. ما أقولش أنت طالب حاجات كتير وأنت بتفتري عليَّ وأنت عايز لأ، ببساطة ممكن أقول أنا مش هاقدر أعمل كل ده، أنا ما عنديش وقت لكل ده، خلّي الكلام جاي من عندنا إحنا، يعني دي نقطة عمومًا مهمة في الحياة لمّا باجي أتعامل مع شخص أو باتكلم مع شخص، خلّي الكلام يبقى منّي أنا، ما أقولوش أنت، قُل أنا، أوكي؟ أنا اللي مش هاقدر أعمل ده دلوقتي، أو أنا اللي مش عايز أعمل ده دلوقتي. أوقات ما بنكونش فعلًا عارفين إحنا عايزين والّا لأ. يعني الشخص مثلًا طلب منّي حاجة أو عرض عليَّ حاجة، بس أنا مش متأكد هاقدر أعملها والّا لأ، عادي خالص إن أنا آخُد وقتي في التفكير، simply أقول له طَب خلّيني أفكّر وهارُد عليك، ومش معنى كده إن أنا مُطالب طالما قُلت له هافكّر وأرُد عليك، إن أنا مُطالب أوافق بعد كده، علشان خاطر هو ممكن يكون اتعشّم إن أنا وافقت. هافكّر وأرُد عليك، ولو فكّرت كويس أوي وراجعت جدولي وشُفت حياتي وشُفت مواعيدي وشُفت ظروفي، ولقيت إن أنا مش هاقدر أعمل اللي بيتطلب منّي أو بيتعرض عليّا عادي خالص، لأ I'm sorry أنا لقيت إن ما ينفعش. هي بتبقى صعبة في الأول وزي ما قُلت هنحس بالرفض وهنحس إن الناس ما بقوش يحبونا وهنحس إن بتأنيب الضمير، بس it's worth it لإن هي بتحميني، بتحمي طاقتي، ومع الوقت هاحس إن أنا عندي inner peace أكتر، هاحس إن أنا عندي energy أكتر، هاحس إن أنا عندي وقت أكتر أستثمره في نفسي، أنا هاتعلم إن أنا أحترم نفسي أكتر، هاحس إن أنا باحترم نفسي ووقتي وطاقتي وبادّيها الأولوية على أي حاجة تانية، I'll be proud of myself هاحس إن أنا عندي control على حياتي، وزي ما قُلت برضه لمّا بابدأ أحط حدود مع الناس، ولمّا بابدأ أقول لأ للناس، بيحصل filtration لحياتي، باتأكد إن الناس الموجودين في حياتي دول هم الناس اللي فعلًا بيحترموني وبيراعوا حدودي وthey care about me مش حاطينّي في حياتهم عشان عايزين منّي حاجة معيّنة. وطبعًا بيكون في إحباط في الأول لمّا بالاقي إزاي في ناس بتتغيّر عليّا إن أنا اتغيّرت، بس في نفس الوقت هالاقي ناس موجودين، هالاقي ناس بتقول لي I'm proud of you، هالاقي ناس بتشجّعني، هالاقي ناس ممكن في الأول يتضايقوا شوية، هيحسّوا إن أنا اتغيّرت عليهم بس هُم عشان بيحبوني فعلًا وبيحترموني فعلًا هيadjust مع التغييرات اللي بقت موجودة في حياتي، أوكي؟ هي مش سهلة، أنا ما بادعيش خالص إن هي سهلة، وأغلبنا مَر بده، بتكون صعبة في الأول بس مع الوقت بتيجي easily.
بتبقى بسهولة أكتر، بتبقى خلاص أنا اتعودت أحُط نَفْسي رقم 1، ما باجيش على نَفْسي عشان حد، ما باقولش وأنا مش عايزة، باعرف أقول لأ، وباعرف إن أنا أحترم حدودي، باعرف إن أنا أعمل limit للناس، باعرف إن أنا ما أسمحش لحد يتدخّل في حياتي أو أو إن حد يتخطّى حدوده معايا أو إن حد ما يحترمش حدودي لمجرد إن أنا عايزة validation من الناس، لمجرد إن أنا عايزة الناس تحبّني. هي صعبة، بتكون في الأول صعبة، بس مع الوقت والpractice بتيجي بسهولة أكتر. كل ما أحس إحساس إن أنا حاطة نفسي أولوية عند نفسي، وإن أنا آآ عندي control على حياتي، وأنا اللي باقول لأ إمتى إمتى، وباسمح لمين يدخل في حياتي، وباسمح لمين ياخد my energy وmy time، ده بيشجعني أكتر إن أنا أستمر، لحد ما بيبقى جزء طبيعي من حياتي. هاتعلم إن مش مهم رأي الناس فيّا، مش مهم الناس يحبوني والّا لأ، المهم إن أنا راضية عن نفسي، المهم إن أنا عايشة حياتي لنفسي، المهم إن my energy كلّها في الأول وفي الآخر بترجع ليّا أنا. الناس هتتعلم إن هم يadjust مع حدودنا الشخصية، هتتعلم، يا إما زي ما قُلت هيمشي برّه حياتي خالص، لإن هم أصلًا they don't care about me برّه اللي أنا باقدّمه لهم، يا إما هيتعلموا إن هم يadjust مع my limits وmy boundaries، هيتعلموا يحترموا كلمة لأ اللي باقولها، هيتعلموا يحترموا حدودي. زي ما كنت باقول في إجابة سؤال المرّة اللي فاتت، إن في نوع من أنواع رسم الحدود للناس، إن أنا الناس ما تسألش وما تتدخّلش في تفاصيل حياتي، مش بس إن هُم يطلبوا منّي حاجة، في نوع من أنواع اقتحام الحدود الشخصية، الأسئلة الكتير، أو إن أنا عايزة أعرف كل حاجة بتحصل في حياتِك، فوقتها عادي خالص إن إحنا نقول أنا ما باحبش أناقش حياتي الشخصية ببساطة. هيتعلموا ما يسألوش تاني، لكن لو جاوبت المرّة دي بس وأنا مش عايزة أجاوب أصلًا عشان أبقى لطيفة، السؤال هيتكرر تاني وتالت ورابع، وهيجيب أسئلة أكبر وتفاصيل أكتر، آآ، لكن لو من الأول كده ببساطة، لو أنا فعلًا حسيت إن السؤال ده بيتخطى الحدود الشخصية بتاعتي، أو بيتخطى حاجة أنا مش حابة أناقشها مع الناس، ببساطة باقول أنا ما باحبش أناقش حياتي الشخصية مع حد. أفكّركم تاني، كل مرّة باقول لأ وI mean it، كل ما هيزيد احترامي لنفسي، كل ما هاحُط نفسي أولوية، كل ما هيزيد عندي الself love والinner peace. إن أنا أقول لأ للناس دي مش أنانية، ده جزء من الself love. أنا باحب نفسي، فأنا ما باجيش على نفسي. ما فيش أي سبب في الدنيا يخلّي الشخص ييجي على نفسه عشان خاطر حد تاني، دي مش أنانية. الأنانية إن أنا يكون عندي الوقت والenergy والcapacity وspace إن أنا أعمل حاجة لشخص هو فعلًا محتاجها وما أعملهاش. لكن لو أنا مش عايزة أو مش قادرة، آآ إحنا بنحسّها، باحس إن أنا مضطرة أعمل ده، مضطرة لمجرد إن الشخص طلب منّي، مضطرة، هي دي I'm forced to، باحس إن أنا بافورس نَفْسي إن أنا أعمل اللي الشخص طلبه أو اللي الشخص عرضه. ليه؟ فكّروا فيها ليه؟ عشان خاطر ما يزعلش منّي بس، مش عشان خاطر هو هيتضر مثلًا، لأ عشان ما يزعلش منّي. طيب لو الشخص هيتضر لو أنا ما ساعدتوش، دي بقى حاجة تانية، يعني إحنا نقدر نقيسها بتقديرنا، مثلًا لو my friend دخّل نَفْسه في حوار كبير أوي وأنا أقدر أساعده فعلًا، أوكي، ساعتها إن أنا أساعده. حتى لو مش عايزة، بس أنا باقيسها كده، أوقات الواحد بيقيس، يعني هو أنا مثلًا مش قادرة أو كنت مقررة إن أنا الوقت ده هاخده راحة أو charging لنفسي، بس أنا الشخص ده مهم عندي فعلًا وهو بيحترمني وأنا باحترمه وبنحب بعض وممكن يعملوا نفس الحاجة علشاني وأنا مش عايزه يتضر، أوكي، لكن ما أكونش مشغولة ورايا حاجات كتير أوي، ورايا شغل كتير أوي، ورايا امتحانات، ورايا homework، ورايا مسؤوليات كبيرة وأسيبها وأروح أساعد الشخص التاني عشان الشخص التاني هيتضر لو ما ساعدتوش، طب ما أنا كمان هاتضر، صح؟ فإحنا بنقدر نقيسها. المهم دايمًا بنسأل نفسنا زي ما قُلنا قبل كده، مهم أوي إن أنا أسأل نفسي طول الوقت أنا حاسة بإيه وليه باعمل ده. المهم نسأل نفسنا وأشوف أنا إيه الدافع بتاعي في إن أنا باقول أو الدافع بتاعي إن أنا باسمح لحد يتخطى limit معين، إيه الدافع بتاعي إن أنا مش عاملة limit مع الشخص ده؟ عشان خايفة يزعل، عشان لو زعل هيبطّل يحبّني، وبطّل يحبّني هيمشي وهاحس بالوحدة، خلّيه يمشي، لإن sooner or later الشخص اللي أنا باجي على نَفْسي عشانه هييجي في وقت معيّن
وهاحس إن أنا مش راضية عن علاقتي بيه، مش راضية عن وجوده في حياتي، هاحس إن أنا باجي على نفسي عشانه، هاحس إن أنا مش بادّي لنفسي اهتمام عشانه، فأنا هابطّل أحب الشخص ده وهاخلّيه يمشي من حياتي، أنا هامشي من عنده، بس بعد ما يكون استنزفني. فأنا من الأول هاعمل limits دي، فالlimits دي تاني بتفلتر الناس في حياتي، يا إما هتخلّيهم يمشوا من بدري، يا إما هتخلّيهم موجودين باحترام، فما نخافش إن إحنا نعمل limits. أنا عارفة إن هي صعبة، وعارفة إن هي هتخسّرنا ناس، وعارفة إن هي هتخلّينا حاسين بالذنب، وهتخلّينا حاسين بلخبطة في الأول، بس بجد والله وعن تجربة it's worth it. ما فيش في الدنيا إحساس أحلى من إحساس إن أنا حاطة نفسي أولوية عند نفسي، وإن أنا مسيطرة على حياتي، وإن حياتي ماشية زي ما أنا عايزاها. نبدأ نتدرب على كلمة لأ. أنا خلّصت الكلام اللي عايزة أقوله النهارده، في كلام أكتر بكتير يتقال عن الboundaries، هاكمّل إن شاء الله في مرة تانية في قعدة تانية. أتمنى إن يكون الكلام بتاع النهارده فرق معاكم. أي حد عنده سؤال عن أي point اتكلمت فيها أو عايز توضيح أكتر، أو لو عنده experience معينة في إنه إزاي بدأ يعمل limits وحدود مع الناس وبدأ يقول لأ وإزاي ده فرق معاه، يا ريت يبعت لي. استنونا المرة الجاية. كان معاكم هايدي with the Wellness Squad. باي.